النادي الأهلي تعليقا على وجود تواصل من الاتحاد للتعاقد مع عماد النحاس أو محمد يوسف: حدث تواصل، ولكن أكد النادي الأهلي على أنه بالفعل نادي الاتحاد السكندري تواصل بشكل ودي مع مسؤول النادي الأهلي لمعرفة موقف النادي الأهلي من إمكانية الموافقة على رحيل أي من الثنائي عماد النحاس أو محمد يوسف لتدريب النادي السكندري في المرحلة الحالية بعد إقالة أحمد سامي. رد النادي الأهلي هو: حاليا عماد النحاس صعب يمشي لارتباطه بالفريق، ولكن بعد مباراة سيراميكا كليوباترا هنحدد مصيره. معنى الكلام يعني انه لو خسر النهارده لا قدر الله النادي الاهلي عماد النحاس مش هيكمل، فيقدر بقى الاتحاد ياخده. اما محمد يوسف النادي الاهلي بيقول لسه لازم نساله بقى، لانه دلوقتي هو بيشغل منصب حساس في النادي الاهلي وهو المدير الرياضي وفي ايده ملفات كتير، فبالتالي صعب محمد يوسف يمشي، او وارد مثلا ان عودة سيد عبد الحفيظ للاشراف على كورة تفتح الباب لرحيل محمد يوسف وانه يروح يدرب الاتحاد السكندري. يعني لسه الساعات اللي جاية دي هتكون حاسمة.